الناس متخوفه الفتره اللي جايه دي، واشاعات كتيره بتطلع بيقول لك هيحصل تعويم ولا لا. التعويم ده مسألة انتهت، ورئيس الوزراء قال احنا اخطأنا في لحظة ما، ولكن السعر المرن بمعنى عرض وطلب. انت ودي كانت احد المشاكل الاساسية، لما قفلت على الدولار بسعر معين بقى يتراكم 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 وفجأة فانت اتخذت سياسة المرن، في عرض وفي طلب. الدولة بتعمل دائما على ضخ اموال تبقى موجودة، بحيث على الاقل الطلب لما انت تروح تطلب من بنك هتلاقي، لو ما لقيتش هتضطر تروح السوق السوداء طبعا خالص. فالدولة المصرية قضت على السوق السوداء، مفيش سوق كده دلوقتي فعلا خالص. ده جاب اموال من الخارج. كان في فتره من الفترات نزل حاجتنا من الخارج الى اقل من 8 مليار دولار بعد ما كنا 32 مليار. النهارده احنا 26 مليار دولار، يعني بنزحف لفوق. يعني ثقه العامل المصري في الخارج رجعت تاني. يعني مفيش تعويم بالتاكيد.